فيديو جديد في ترندات مصر. الترند بتاع النهارده هو الولد الطفل بتاع الشنطه ده، بس الفكره كلها في المطاعم استغلت الموضوع ده ازاي. طبعا مطاعم بقى الاكل الحلويات والحاجات دي، فيلا بينا. يعني الاختبار بتاع عصام بيبقى ماشي ازاي، وده اول ظهور لعصام داخل مدرسه خاصه. يعني انا والله اول ما اعرف انه في مدرسه خاصه برايفت سكول، انا كنت بحسبه مدرسه حكومه. تملى الوش بتاعه. اول ظهور لعصام داخل مدرسه المنيا البريطانيه. بدات والله اشك ان المجتمع المصري او الاعلام المصري والصحافه عامه هم تافهين لدرجه عبيطه، سايبين المشاكل المهمه بيركزوا على مشاكل عبيطه مالهاش اي ستين لازمه. Yeah, so can we say the numbers again in English from 1 to 10? Can you tell it to me? Let's say it together. 1, and again. Let's say it together. هي المدرسه بتقول له عد معايا من 1 ل 10، فهو تقريبا مكسوف يعد او مش عارف يعد. 1, and again. It's excellent. And 2, bravo. 5. No, this is what. يا جدعان انا فاكر الصوره اللي هو كان مصورها، كان قاعد في بيت يعني الناس متواضعه على ده. ازاي دخل؟ ولا في حد تبنى ان هو يدخله مدرسه برايفت؟ طبعا على طول مش محتاجين زي ترند البنت بتاعت الشيبسي باللبن، على طول جابه عشان يعمل اعلان عنده من غير ما نتكلم كتير. امبارح طلع من غير شنطة. حتى انت ده مصر كلها تقريبا جابت تعمل معاه ترند. والله العظيم بلد بتعشق التفاهه. وانت اللي اتفقنا عليه معاك معايا اوبا جوي. ده هاني فود يا جدعان، هاني فود الراجل ده مستفز. يا نهار اسود، حتى اسود محمدي. الشنطه بتاعت عصام، فدلوقتي هنفتح الشنطه اللي عصام كان بيقول عليها وبيقول فيها لانش. هنفتح الشنطه مع بعض، طلع اللانش اللي كان فيها. هو تقريبا مصر كلها استغلته عشان تطلع ترند بيه. ازيكم يا جماعة، انا دلوقتي عملت صفحتي، تابعوني. ايوه يا جدعان هو مش في مدرسه برايفت، هو في مدرسه حكومه ماشي. استنى كله جديد. لا طبعا عامل صفحه ودي متابعين ويعمل اعلانات. والله العظيم بلد تافهه. الطعابة والحلاوة دي اقسم بالله. ايه الاكل ده يا جماعة؟ ست الكل كام سنة يا ست الكل؟ 105. بس عايز تاني؟ ما شاء الله عندها 105 سنه. ده بجد مش هزار. يا أمورة عايزة تعملي نفسك إيمي يا أمورة. مين دول؟ انا ما اعرفش مين دول. في حاجات بتطلع على اليوتيوب غريبه. وهي معدية أساس ست أم ربيعة. دي الست ام ربيعه اللي هو ست أم ربيعة وهي معدية. سيبك من كل ده، الدم خفيف. عامه مش فاهم حاجه الصراحه، ما اعرفش مين دول. لو حد يعرف ممكن يكتب في التعليقات. دي اللي مش فاهم. هو في موضوع طلع كده على الدكتور دي، انا مش فاهم. بس يعني موضوع الدكاتره بصراحه في مصر والمدرسين خرج عن السيطره خالص. دهب فتمام شفت الدكتورة، مستشفى دهب فتمام شفت الدكتورة، لما دكتورة يعني ده مستشفى دهب فتمام شفت. هي الدكتور. اوكي ماشي تمام. لما تعملي المريضة كده، لما تعملي المريضة كده صح. لما يا مين دول؟ ما اعرفش، بس هو تقريبا الناس على التيك توك بتشارك حياتها. يعني مش فاهم يعني، بس ماشي. ربنا اللي اعمله، مالكيش دعوه انت بقى. بصوا يا جدعان، انا هاخد منكم 3 دقايق بس هشكر فيها الناس اللي دخلت قالت لي الف مبروك. في كام شخص هو الف مبروك وكل حاجه، بس انا مش عارف انت مين بامانه. لقيتهم داخلين اللي بيقول لي انت راح تخلف عشان تعمل بيريتش. ده جنان. عشان تعمل بيريتش؟ لا ما اعتقدش ان الناس، لا يا جدعان مش الدرجه دي يعني. ده مش ناقص عبط. صح. انا هروح اخلف عشان اعمل ريتش. لا. اول حاجه الحمد لله انا قلب في دماغي اللي قبل كده كل شارع والكلام عارف صاحبه، وانا الحمد لله ناس كتير في المجال. مش فاهم، انا ما اعرفش. التيك توك اصلا ما بيجيبش فلوس. التيك توك اللي انا افهمه انه عن طريق اللايفات بتجيب منه فلوس بس كده. ده عارفاني وناس كتير حباني، وكفايه حبكم انتوا ليا بعيد عن فيديوهاتي انا ورحيم. هزار انا واصحابي بستغرب الناس بتشك فينا ليه؟ في ايه؟ مش ده البيج ياسمين؟ كان نفسي. بس كده اهو. يا جدعان على قله الذوق والسفاله يا جدعان، يا لهوي. كان بتعملي قالت تتسندي على راجل بالحضن ده. لا حول ولا قوة. في شرفنا. ليه فؤاد بتقول، ناس بتقول ان في ماشي. لا محدش معذور، انتوا بتقولوا كلام قذر قوي، قذر بجد يا جماعه، قذر. والمشكله ان الكلام اللي بيقولوه احنا لايف 24 ساعه قدامهم. انت بتقفلي لايف من هنا بتروحي وانا بخش اتخمد. يعني هي من اول انا اصلا ببقى واقفه في المطبخ. كميه الكلام اللي هم بيقولوه عامه هو غلط في المقام الاول.
وان هم يذيعوا الحاجه دي لايف قصاد الناس برضه غلط، خلي الناس تشك فيهم. وكلام قذر مش كونك بتبرري او بتتك ده اسخن من واحد مع واحده، فاهمه؟ يا بختك يا مدن فلوس انا هنزل صورك وانزل فيديوهاتك وابوظ الدنيا معاك. وايه يعني لما تنزل صوري؟ يعني لما مين ده هي رسمه، ده هم عاملينها قصد عشان يطلع ترند. هي عامله القصد الحواجب بالطريقه دي عشان يطلع ترند، تنزل صوري بعيدا عنها مشاكل العيله او قرايب بيتخانقوا مع بعض، بس قمه العبط. بس طبعا هي ما قالتش اي حاجه اصلا. شات جي بي تي يعني مش عارف، عمال يديتكت الصوت، مش عارف هي بتقول ايه. الست دي يا بنت اسمها علياء قمر، دي لسه عايشه؟ مش كانت بتقبض عليها بدل المره مليون؟ هي دي اطفال العيله كلهم يعملوا تمارين. يا جماعه بصوا هم بيعملوا رياضه حرفيا. الله اكبر، هي الشقه اكبر من حياتي، معاهم كلب كمان. رياضه مع سباعي. ما شاء الله. بصوا هم بيعملوا رياضه حرفيا، رياضه مع سباعي. لا كلب اسمه سباعي كمان، يعني عندهم الناس اللي في ايجيبت دي غريبه جدا. بس ولو وصلت نهايه المقطع هنا، دي القناه الشانل بتاعتنا اللي بنزل عليها فيديوهات الرياكت، لايك فولو اشتراك، وهتلاقيني سايب الكومنت المتثبت القناه بتاعت الجيمنج والحاجات الرايقه دي. فسلام.